يا مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض الكيكة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي بمكونات سهلة وموجودة في كل بيت. يا رب اللي يشوف الفيديو يكملوا للآخر عشان تشوفوا الطريقة، وما تنسوش تعملوا له لايك للفيديو لو عجبكم طبعا. يلا مع بعض. احنا هنا ضفنا 3 بيضات ومعاهم كوباية من السكر، ممكن تضيفي بيضتين عادي. وبنضرب البيض والسكر لحد ما يبقى خليط كده مع بعضه والسكر يبدأ يدوب. اهم حاجة نضرب البيض بالسكر كويس الاول، ده سر نجاح الكيكة. هنا ضربنا البيض والسكر. هنبدأ نضيف كوباية الا ربع من الزيت، كوباية ونص من اللبن. اهم حاجة تكون نفس الكوباية عشان نفس المعيار. ومعانا هنا معلقة صغيرة من الفانيليا، ومعانا معلقة من الخل الابيض. لو مش متوفر عندك الخل الابيض ممكن عصرة من الليمون. ونضرب بقية المكونات مع بعض تاني لحد ما يكون الخليط بتاعنا متماسك وقوي، والسكر يدوب خالص معانا عشان ما يغرس في الكيكة بتاعتنا بعد كده لما تستوي. احنا هنا ضربنا الخليط بتاعنا اهو الحمد لله. معانا بقى بولة كبيرة هننزل بيها في الخليط بتاعنا، والكمية دي هتاخد معانا حوالي 2.5 كوباية من الدقيق بالظبط. واهم حاجة قبل ما نحط الدقيق بتاعنا لازم ننخله كويس. انا هنا الكمية دي استخدمت فيها 2.5 كوباية من الدقيق وبنخله. بعد كده بنضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقة كبيرة من الشيف كيك، او ممكن تحطي ورقة شيف كيك وتستغني عن البيكنج باودر، او ممكن تحطي البيكنج باودر وتستغني عن الشيف كيك المتواجد عندك. بس ورقة الشيف كيك افضل من البيكنج باودر للكيكة، بتخليها هشة كده وحلوة. ونبدأ نحاول كده، بنحاول بقى نلم الخليط بتاعي. طبعا قبل ما احطه في الصينية، هنا الصينية اللي هحط فيها الكيكة، هنا بدهن الصينية بسمنة او زيت، لازم تندهن كويس من الجناب. وبعد كده ببطنها بشوية من الدقيق، بس ما بيكونش فيها دقيق طبعا وفر. ببطنها وبعد كده بنفض الدقيق منها، وببدأ بعد كده اجيب مصفى من بتاعة العصير الكبيرة وانزل بيها في الخليط في الصينية بتاعتي، اصفي الخليط كويس. ده الخطوة دي مهمة جدا عشان لو في كلاكيع دقيق في الخليط بتاع الكيكة يتصفى معانا كويس، وما يبقاش فيه كلاكيع في الكيكة، وتطلع الكيكة هشة معاكي زي ما شفتوها في اول الفيديو، وما يبقاش فيها اخرام من النص كده وحاجات مخرزة من النص. الحركة دي مهمة جدا جدا في الكيكة. هنا بعد ما صفيت الخليط بتاعي في الصينية، طبعا بنطقها مرتين كده على الرخام عشان لو فيها هوا يطلع. بكون مسخنة الفرن على درجة 180 درجة، وبدخلها في الفرن لمدة ساعة الا تلت بالظبط. بطفي عليها الفرن واطلعها، ودي النتيجة النهائية زي ما شفتوها كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وقولوا لي رأيكم.